ما هو العلم الذي يستحق الثناء والمدح؟ أهو كل علم أم هو علم خاص ينبغي أن نعتني به وأن نجعل ما سواه من العلوم علما فضوليا لا نبذل فيه جهدا كبيرا ولا نصرف فيه وقتا كثيرا؟ إن العلم الذي يستحق الثناء ويحمد عليه فاعله هو العلم الشرعي. العلم الشرعي المنحصر في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يعين عليهما. هذا هو العلم المحمود الذي يحمد فاعله والذي يثنى على فاعله، وهو الذي وردت فيه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء عليه. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل ذكره: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قد تقولون لنا، أو بالأصح قد تقولون لي: ما هو دليلك على أن هذا هو العلم المحمود المثنى على طالبه؟ أقول إن الدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن المعلوم أن علوم الأنبياء إنما هي علم شريعة الأنبياء فقط. أما العلوم الأخرى فإنها علوم إن أدت إلى أمر مطلوب محمود صارت محمودة لا لذاتها ولكن لغيرها، وإن أدت إلى أمر مباح صارت مباحة، وإن أدت إلى أمر مكروه أو محرم صار لها ذلك الحكم، لأنها وسيلة. أما المقصود الذي ينبغي لنا أن نركز جهودنا عليه فهو علم شريعة الله الذي يتضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.